تفتكروا ايه اللي بيفرق بين شخص بيعمل ثروة وشخص بيفضل محلك سر؟ في الغالب الإجابة مش في الفلوس اللي في البنك، لكن في العقلية نفسها، طريقة تفكيرنا والمعتقدات اللي جوانا هي اللي بترسم لنا الطريق المالي بتاعنا. في حكمة قديمة قوي بتلخص الموضوع كله في جملة واحدة بسيطة. الجملة دي هي بالظبط محور شرحنا النهاردة. كل قرار مالي بناخده، يعني سواء قرار صغير زي اننا نشتري حاجة رخيصة او قرار كبير زي الاستثمار، هو في الاخر مجرد انعكاس لمعتقداتنا العميقة عن الفلوس. ولو الاساس ده، يعني طريقة التفكير دي، غلط، يبقى اي حاجة هتتبني عليها هتبقى ضعيفة وممكن تقع في اي لحظة. طيب، الرحلة بتاعتنا هتمشي ازاي؟ هنقسمها ل4 محطات أساسية. هنبدأ الأول بفخ تكلفة التوفير، وإزاي التوفير ممكن يكلفنا أكتر. بعدين هنشوف إزاي مشاعرنا ناحية الفلوس والناس الأغنياء بتأثر علينا. بعدين هندخل في منطقة الخطر وهي فخ الغرور، وهنختم بأهم حاجة خالص، القصص والمعتقدات اللي جوه عقلنا واللي بتتحكم في كل قراراتنا من غير ما ناخد بالنا. خلونا نبدأ بأول نقطة، ودي فخ ناس كتير قوي بتقع فيه. إنهم بيبقوا فاكرين إنهم بيوفروا، بس في الحقيقة هم بيحسبوا قيمة الحاجة غلط، وده بيكلفهم أكتر بكتير على المدى البعيد. أول عقلية بتسبب الفقر هي إن الواحد يشتري حاجات رخيصة عشان يوفر فلوس دلوقتي، بس الحاجات دي بترجع تكلفه أضعاف في المستقبل. المثال اللي قدامنا ده بيوضح الفكرة قوي. يعني ممكن شخص يوفر مبلغ بسيط ويشتري مرتبة تعبانة، بس بعد كام سنة يلاقي نفسه بيدفع آلاف للدكاترة والعلاج الطبيعي عشان ظهره اللي باظ. فالسؤال هنا، هو كده وفر فعلا ولا خسر أكتر؟ العقلية الصح بقى هي التفكير بحاجة اسمها قيمة الاستخدام. بدل ما نتخض من السعر الكبير، نقسمه على عدد المرات اللي هنستخدم فيها الحاجة دي. مرتبة غالية ممكن نكتشف إن تكلفتها في اليوم مبلغ بسيط قوي زي ما شايفين كده. طب بذمتكم، نومة مريحة وصحية ما تستاهلش المبلغ البسيط ده كل يوم؟ الطريقة دي في التفكير بتغير نظرتنا للمشتريات الكبيرة خالص. تاني عقلية تحت نفس البند هي فكرة لا، أنا هعمل كل حاجة بنفسي عشان أوفر. للأسف التفكير ده بيتجاهل تماماً التكلفة الخفية لأغلى وأهم حاجة عندنا كلنا، وقتنا. وهنا بقى بيجي سر مهم جدا. الناس الناجحة عارفة إن الوقت أغلى من الفلوس، بيحسبوا قيمة ساعتهم بكام، وأي مهمة تكلفتها أقل من قيمة الساعة دي بيجيبوا حد تاني يعملها. طب والوقت اللي وفروه ده بيروح فين؟ لا، مش بيضيع، ده بيستثمروه في حاجات قيمتها أعلى، يتعلموا مهارة جديدة، يبنوا علاقات مهمة، أو حتى يرتاحوا عشان يرجعوا يشتغلوا بتركيز أعلى. طيب، إحنا اتكلمنا عن قيمة الفلوس والوقت. دلوقتي بقى هنتكلم عن القيمة اللي في علاقتنا. في الجزء ده هنشوف إزاي مشاعرنا ناحية الثروة والناس ممكن تبني حواجز وهمية تمنعنا من النجاح. من أكتر العقليات اللي بتدمر صاحبها حرفياً هي كره الأغنياء. لو كل ما الواحد يشوف حد ناجح أو معاه فلوس، أول رد فعل ليه بيبقى حقد وهجوم، فهو كده بيبعت رسالة لعقله الباطن إن الغنى ده شر، والنتيجة عقله هيعمل المستحيل عشان يبعده عن الحاجة الشر دي. ببساطة شديدة، مستحيل توصل لحاجة أنت أصلاً بتكرهها وبتتكلم عليها وحش. البديل بقى هو اللي ممكن نسميه الحسد الإيجابي. بدل الحقد اللي بيهد، الشعور ده بيتحول لإلهام بيبني. إن الواحد يشوف نجاح حد ويقول أنا كمان نفسي أوصل للي هو وصله، وفي نفس الوقت يتمنى له الخير. بكده الطاقة السلبية بتاعت الغيرة بتتحول لوقود ودافع للنجاح. عقلية تانية ليها علاقة بالناس هي الاستهانة بفكرة النتوركينج أو بناء شبكة علاقات، وإنها نفاق أو مصالح. اللي بيفكر كده بيعزل نفسه عن أهم مصدر للفرص في الحياة كلها. الحقيقة يا جماعة إن كل حاجة محتاجينها عشان ننجح، شغل، فلوس، عملاء، موجودة أصلاً مع ناس تانية. بناء العلاقات ده هو الأنبوب اللي بيخلي القيمة والفرص دي تمشي وتوصل للشخص الصح. من غير الأنبوب ده ممكن الموهبة والمجهود يفضلوا محبوسين مكانهم. دلوقتي هندخل في منطقة حساسة قوي، منطقة الأنا أو الإيجو. في الجزء ده هنشوف إزاي التصرفات اللي دافعها الغرور، زي إننا ندور على تقدير الناس، أو إنه كبريائنا يمنعنا من حاجات معينة، ممكن حرفياً تدمر أي محاولة لعمل ثروة. اللي بنقول عليها عايز أعيش زي فلان أو أواكب الناس هي الدايرة المدمرة دي. الشخص بيتعب ويشتغل، وأول ما يقبض كل تفكيره إزاي يصرف الفلوس دي عشان الناس تشوفه ناجح، يشتري عربية بالقسط، يغير الموبايل، وهكذا. طب والنتيجة؟ آخر الشهر المحصلة صفر، ويفضل محبوس في نفس الدايرة المفرغة دي كل شهر. وهنا الفرق الجوهري بين عقليتين مختلفتين تماما. عقلية الفقر شايفة إن الفلوس دي مكافأة لازم نستهلكها ونخلصها، أما عقلية الثراء فبتشوف الفلوس كأداة لازم نستخدمها، أداة نستثمرها، أداة نشتري بيها وقتنا، أداة نبني بيها مستقبل فيه حرية أكتر. في بقى شكل تاني للغرور ده، وهو لما الكبرياء يمنع الواحد إنه يتعلم حاجة جديدة، أو يطلب مساعدة، أو يقبل شغلانة شايفها أقل منه. هنا الإيجو بيتحول لحارس سجن، بيمنع صاحبه إنه يهرب لمكان أحسن مليان فرص.
والأمثلة على عكس ده قوية جدا. إيلون ماسك قبل ما يعمل سبيس إكس قعد ساعات وساعات مع خبراء صواريخ عشان بس يسمع ويتعلم منهم. بيل جيتس بيقرأ حوالي 50 كتاب في السنة. الناس دي أثبتت إن التواضع في طلب العلم هو مفتاح النجاح. لو هم نفسهم مش بيتكبروا على العلم، مين فينا بقى اللي من حقه يتكبر؟ دلوقتي احنا وصلنا لأعمق حتة، للجذور نفسها. الجزء ده بيتكلم عن القصص والمعتقدات الأساسية اللي بنحكيها لنفسنا عن الفلوس والأمل وعن نفسنا. دي القواعد اللي كل العقليات اللي فاتت بتتبني عليها. من أخطر المعتقدات دي هي عقلية المعادلة الصفرية. يعني فكرة إن الثروة في العالم ده عاملة زي تورتاية، حجمها ثابت، وعشان أنا آخد حتة لازم آخدها من حد تاني. بس الحقيقة إن الثروة مش تورتاية ثابتة، دي تورتاية بتكبر. لما مارك زوكربيرج عمل فيسبوك هو بقى ملياردير، بس في نفس الوقت عمل منصة خلت ملايين غيره يكسبوا ويعملوا شغل. يعني مكسبه ما كانش معناه خسارتنا. دي اسمها عقلية الوفرة. وهنا بنوصل لواحدة من أقوى الحاجات اللي بتكتف الناس وتخليهم مكانهم: انعدام الأمل. المثل ده بليغ جدا، معناه إنه طالما الواحد عايش يبقى فيه فرصة، لكن لو الواحد فقد الأمل والإيمان في نفسه بيبقى عامل زي الأسد الميت، ممكن يكون قوي بس من غير أي قيمة أو قدرة على الحركة. والغريبة إن قلة الثقة بالنفس دي مش مجرد إحساس جوانا وخلاص، لأ، دي بتترجم في لغة جسمنا ونبرة صوتنا والطاقة اللي بنطلعها. ولما حد بيظهر للعالم بصورة مهزوزة، الناس والفرص بتبعد عنه بشكل لا إرادي. عشان كده يمكن الاستثمار في بناء الثقة بالنفس هو أهم استثمار مالي ممكن أي حد يعمله. وآخر حاجة في قصة المعتقدات دي هي فكرة الحدود المالية. القصة اللي بنحكيها لنفسنا لازم يكون فيها فصل عن إننا نحمي فلوسنا زي ما بنحمي أي حاجة غالية. من غير حدود واضحة الفلوس بتتسرب في أماكن غلط ودايرة الفقر بتفضل تلف. وبكده رحلتنا تكون اكتملت. بدأنا من التصرفات اللي بنعملها زي عادات الصرف، ووصلنا لحد الجذور العميقة، القصص والمعتقدات اللي جوه عقلنا واللي بتحرك كل حاجة. التغيير الحقيقي مش مجرد تغيير في السلوك، لكن تغيير في القصة اللي بنحكيها لنفسنا. وأسيبكم مع السؤال ده عشان تفكروا فيه، لأن كل العقليات دي شبكة واحدة متوصلة ببعضها، بس دايما في واحدة منهم بتبقى هي حجر الأساس. لو كل واحد قدر يحدد إيه هي العقلية الأساسية اللي معطلاه وبدأ يشتغل عليها، ممكن يتفاجئ إن باقي المشاكل بتتحل لوحدها أو بتبقى أسهل بكتير.